مين هم هدافين مصر في القرن ال21 ومين الافضل؟ يا ترى حسام حسن ولا عماد متعب ولا محمد زيدان ولا عمرو زكي؟ طب يمكن يكون ابو تريكة؟ لا 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 لا، طبعا محمد صلاح او احمد حسام ميدو او الصقر احمد حسن، او يمكن يكون عبد الحليم علي. ايه يا عم انت هتنسى جد ولا ايه؟ انا جاي النهارده اعرض لك خبايا كل لاعب وميزاته وعيوبه والترتيب من وجهة نظرنا احنا، ولو مش عاجبك الترتيب او في لاعب انت شايف ان المفروض يكون موجود معانا قول لنا في التعليقات. فيلا بينا نبدأ. في المرتبة رقم 10 في هدافين مصر في القرن ال21 يجي عبد الحليم علي. أول ما نقول عبد الحليم علي بيجي في بالي على طول الجون ده، عبد الحليم علي اللي كان عنده حس تهديفي عالي قوي، وده كان أهم ما بيميزه، واللي جاب مع الزمالك 138 هدف، وده رقم مش سهل. ولكن كان مع منتخب مصر تأثيره أقل بكتير، ففي 48 مباراة سجل 10 أهداف بس، وده بيخليه هداف قدير جدا ولكن على المستوى المحلي. أما على المستوى الدولي فدي عليها كلام كتير. العندليب كان عنده ميزات مرعبة زي التمركز والقدرات التهديفية العالية جدا واللعب الجماعي والثبات والتركيز، ودايما في المباريات الكبيرة بتلاقيه حاضر وثابت وجوده. لكن كان عنده عيوب كبيرة برضه زي السرعة وقلة المراوغة والإصابات اللي كانت بتخليه يغيب في مباريات كبيرة جدا، وعشان كده احتل المركز العاشر. واحتل المركز العاشر لسببين: الأول عدم ظهوره مع المنتخب المصري، والتاني عدد بطولاته اللي مش كبير قوي. أما بقى في المركز التاسع فعلى طول يجي محمد ناجي جده اللي سجل في 19 مباراة دولية 11 هدف، وكان ليه الفضل الأول في فوز منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية عام 2010، وكمان كان ليه الفضل في أكتر من بطولة مع النادي الأهلي. جده كان مهاجم قوي جدا، واهم ما يميزه الحس التهديفي والتمركز الجيد واداؤه في المباريات الكبيره، ودي بقى فيها كلام كتير جدا واهدافه تشهد له. ده غير انه كان عنده وعي تكتيكي غير طبيعي، وده خلاه افضل بديل في افريقيا 2010. لكن عيوبه اثرت عليه بشكل كبير، وكان اهمها قلة السرعة والاستمرارية في التهديف، وأهم عيب من وجهة نظري هو الاعتماد على الفرص الصريحة. يعني مثلا جده محتاج في الملعب يكون معاه محمد أبو تريكة يحط له في الفاضي وهو يجيب جون على طول، لكن ما يقدرش يشتغل لوحده زي باقي المهاجمين، وده كان بيخليه سيء جدا لما يكون الفريق بيدافع ومتراجع. أما بقى في المركز الثامن فعلى طول الوحش عمرو زكي، وحش الصندوق وهالك ال18. عمرو زكي كان قوة بدنية عالية جدا، وطبعا أول ما نقول عمرو زكي بنفتكر الجونين دول على طول. عمرو اللي سجل مع منتخب مصر 30 هدف و10 اهداف في الدوري الانجليزي، وكان حديث الساعة. ولكن يا صديقي عنده عيب خطير جدا: العقلية والاستمرارية، وده كان سبب تواجده في المركز الثامن. عمرو كان مثال قوي جدا للمهاجم القناص المرعب لأي دفاع، وكان بيقدم أداء قوي جدا جدا جدا، وكان ورقة رابحة لأي مدير فني. بس مشكلته الوحيدة إنك ما تعرفش النهاردة هو ينزل كويس ولا وحش، ودي كانت كارثة لأن أداؤه مش ثابت. اللاعب اللي جاب 10 أهداف في الدوري الإنجليزي في أول مشاركة ليه، وكان فيهم هدف في ليفربول وشغل عالي جدا، اختفى بعدها ورجع مصر تاني. بس كده، دي شرحت كل اللي انا عايز اقوله. اما بقى في المركز السابع احمد حسن العميد او الصقر، اللي انت عايز تقوله قوله. احمد حسن بقى لعيب ملوش حل، شخصية قيادية بره وجوه الملعب. في المباريات الكبيرة تلاقيه شايل الفرقة كلها على كتفه، قوة جسمانية وتهديف ووعي تكتيكي، وحاجة من اللي كل المدربين بتحبها. يكفي ان اقول لك انه جاب 33 هدف مع منتخب مصر وهو مش مهاجم اصلا. ما اقتنعتش؟ طب خد دي: احمد حسن تقريبا اللاعب الوحيد اللي لعب مع اي مدرب مسك منتخب مصر، ودي تفهمك اهمية احمد حسن مع اي مدير فني محلي او عالمي. في المركز السادس على طول احمد حسام ميدو. ما تستغربش من الترتيب ده. بص، لو هتتكلم عن احمد حسام ميدو فده عايز حلقة لوحده. ميدو كان موهبة جبارة وشخصية مرعبة، ولكن العقلية يا صديقي. ميدو بقى اللي كان مقعد زلاتان ابراهيموفيتش احتياطي وبيلعب هو، وكان النجم الاوحد لفريق اياكس الهولندي اللي كان فريق مرعب حرفيا. وصل بيه الحال انه ما كانش لاقي نادي. ميدو كان بيبدأ في اي فريق قوي جدا جدا وتقول هيكسر الدنيا، ولكن ينتهي بيه الحال بمشكلة مع مدرب او خناقة مع لاعب او جمهور. وطبعا كلنا فاكرين مشكلته الشهيرة.
ميدو النجم العالمي اللي كان بيجي السوبر ستار منتخب مصر ما سجلش غير 19 هدف في 51 مباراة، ودي بقى العقلية اللي وقعته وخلته بدل ما يكون رقم واحد يكون في المركز السادس. ميدو قال بنفسه ان هو كان بيجي منتخب مصر ان هو النجم السوبر وما كانش بيشوف التعامل ده، وده خلاه يحس ان في مشكلة مع كل المدربين اللي مسكت منتخب مصر. وبكده بقى مش فاضل لنا غير ترتيب الخمسة الاوائل، دول بقى نخليهم في فيديو تاني عشان ما تزهقش مننا. بس ما تنساش لو انت على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس، ولو بتشوفنا في اي مكان تاني لايك وفولو وشير. اشوفكم الفيديو الجاي.